ازيكم يا شباب عاملين ايه النهارده؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد واخبار جديده. انا محمد كمال ودي قناتي ويلا بينا. النهارده هنتكلم عن موضوعين بس مش اكتر. الموضوع الاول هو الصلح بين عاشور وفرد الامن، وتاني موضوع معانا هو مقاضاة الاستاذ مرتضى منصور لقناة الاهلي وشوبير وعاشور. مش عايزين نطول كتير ونبدأ بالموضوع الاول. تم الصلح بالفعل ما بين امام عاشور وفرد الامن زي ما الصفحات نشرت الفتره اللي فاتت او امبارح واول امبارح ان تم الصلح ما بين عبد الله فرد الامن وامام عاشور، وده اللي اكد عليه محامي الدفاع الخاص بفرد الامن لما قال في تصريحات لليوم السابع ان موكله حصل على تعويض للاضرار اللي حصلت بيه، وبالتالي هو راح قدم اوراق بثبوت الصلح، وبالتالي عشان يقدر يوقف حكم تنفيذ الحبس ب6 شهور على إمام عاشور. وبكده خلاص إمام يقدر يرجع لحياته الطبيعية. إمام يقدر إن هو يركز مع فريقه، ويقدر إن هو يتعافى من الإصابة، ويقدر إن هو يشارك بسهولة ويرجع مع النادي الأهلي. تمام كده مشكلته خلاص، مشكلته اتحلت. انا قلت لك ان الموضوع هينتهي بكفالة بتنازل، وده اللي حصل بالفعل. تمام خلاص. هو امام عاشور في الاول كان شايف ان هو مش غلطان وكده، وان هو مش هيدفع حاجة. ده انا بديك القصة. تمام. ولكن لما بقى فيها حبس وحوارات من دي، راح طبعا راضى فرد الامن وعوضه، وبالتالي خلاص نجح الموضوع. وخلاص فرد الامن هيتنازل الفترة الجاية ويقدم اوراق ثبوت ان هو خد تعويض وتم الصلح، وبالتالي خلاص تمام. والعقوبة ستتوقف، وخلاص امام عاشور لن يحبس ولم يحبس. خلاص هو كده رجع ان شاء الله خير ليه في اللي جاي، وان هو يركز في الملعب فقط بدون مناوشات خارجية. ده بالنسبة لأول خبر معانا ومفيهوش أي مشكلة، وده بكل سلاسة وسهولة وخلاص. هو ده الخبر الأول وده الموضوع الأول، إن هو تم الصلح بالفعل. الموضوع التاني اللي احنا عايزين نتكلم فيه هو الأستاذ مرتضى منصور، وإن هو طلع وقال لك أنا هقدم بلاغات أو في نية لتقديم بلاغات ضد إمام عاشور وشوبير وقناة الأهلي. طب إيه الحكاية وإيه الحوار وليه كده؟ ده بسبب الحلقة اللي حصلت ما بين إمام عاشور وأحمد شوبير على قناة الأهلي، وإن إمام عاشور قال فيها كذا جملة ما عجبتش الأستاذ مرتضى منصور، فبالتالي هو عايز يقاضيه، وإن هي اعتبرها تصريحات غير حقيقية. فكرة إن هو المسؤولين ساعتها كانوا مصرين إن هو يمشي، وهو كان عايز يقعد. اتكلم شاف النقطة دي تصريحات غير حقيقية. فكرة إن الزمالك هو من تخلى عنه، وإن الزمالك قال له خلص نفسك وتعالى، برضه من التصريحات اللي قالها إمام عاشور. وبرضه فكرة إن مرتضى قال لك إن هي تصريحات برضه غير حقيقية. تمام. فهو شاف ان تصريحات امام بخصوص نادي الزمالك غير حقيقيه، وان هي بتقل او بتسيء من شأن نادي الزمالك، فبالتالي هو عنده نيه ان هو يقدم بلاغ ضد امام عاشور واحمد شوبير وقناه الاهلي. معرفش المقاضاه دي بيحصل بعديها ايه، بس هنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه بخصوص امام عاشور والمستشار مرتضى منصور. هي دي اخبار النهارده، مفيش جديد. هي دي الأحداث اللي دايرة حاليا، وده اللي احنا هنشوفه الفترة الجاية بإذن الله. مبقتش أحب أطول في الفيديوهات إلا لما يكون في واقعة موجودة بالفعل أو حاجات مهمة نتكلم فيها. برضو النهاردة الزمالك عنده مباراة ودية مع النصر الليبي، اعتزال نجمه خالد حسين. إن شاء الله ممكن إن احنا نتكلم بعد الماتش. ممكن الفيديو يبقى بكرة، احنا بننزل فيديو كل يوم. فبإذن الله ممكن بكرة نتكلم على الماتش واللي حصل فيه وآخر الأخبار والمستجدات، ونشوف بقى اللعيبة الجديدة اللي هتشارك واللي احنا هنشوفه بقى، واللعيبة هتشارك ونقدر نحلل أدائهم وأقول لك رأيي إيه فيهم. واحد بإذن الله منهم ممكن اللي هو كوستا، جيفرسون كوستا اللي هو دفاع الزمالك الجديد. وعندك برضو فكرة اللي هو الرفاعي، ممكن في كذا بقى لاعب ممكن نشوفه. فتوح طبعا مسافرش معاه بسبب ان هو عنده جلسة وهكذا. ما حبيتش اعلق على تصريحات امام وغيره، بس الفترة الجاية ممكن ان احنا نعلق على كل حاجة بإذن الله. احنا دلوقتي بنقدم محتوى رياضي واخبار. بإذن الله الفترة الجاية نقدر ان احنا نطلع بوشنا ونعمل فيديوهات تعجبكم بإذن الله. بس هي فترة بس نظبط الدنيا وكده. احنا بنقدم محتوى بنكون محايدين فيه، بنقدم اخبار الاهلي، بنقدم اخبار الزمالك، بنحلل ماتشات عشان تعرف بس المحتوى بتاعنا بيتكلم عن ايه. انا محمد كمال وانا زملكاوي، ولكن بحترم جدا جدا الاهلي وجمهوره. تمام. اتمنى شير ولايك واعجاب بالقناه،
بإذن الله خير في اللي جاي، والسلام عليكم.